السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الكرام. دي مكرونة بشاميل جميل جدا. ايه بقى انت عايز تقول ايه؟ ابدا يا جماعة، انا هعمل مكرونة بشاميل بس بطريقة مختلفة شوية. ازاي يعني؟ احنا عملناها البشاميل على البارد، وعملناها بالبشاميل اللي هو العادي بتاعنا اللي بنحمر بالدقيق. المرة دي برضو البشاميل العادي اللي بنحمر بالدقيق بس بقى طريقة مختلفة شوية. هعصق اللحمة بطريقة يعني جايز تكون أول مرة تشوفيها. طيب دي حلة على اليمين فيها معلقة من الملح، هنص فيها المكرونه، ودي الطاسه فيها معلقه من السمنه، وهنزل بالبصله. ايه ده؟ هو انت مش المفروض تنزل باللحمه؟ لا، ما انا هنا بقى هعصك بطريقه مختلفه. نزلت بالايه؟ بالبصلايه مفرومه ناعم، وبعدين هحط عليها معلقه من الملح عشان انا هقلل البصله ديت. خدت بالكوا هنا الفكره في ايه؟ ان انا قليت البصله الاول، ما حطيتش اللحمه وبعدين حطيت عليها ايه؟ البصله. جميل جدا. واحنا بنقلب كده في البصله بتاعتنا ونشوحها، وبمعنى اخر يعني انا كده بقليها. الميه عندي غليت، نزلت بكيسين المكرونه، يبقى المكرونه بتستوي والبصله بتتبل. البصله هنا نشفت يا جماعه واتحمرت. نزلت باللحمه. ممكن حد يقول لي طب ما كده ما بقاش في سوائل، اللحمه دي هتستوي ازاي؟ ما انا هقول لك بقى هعمل ايه. هنزل بخضروات، الخضروات ديت هتدي للحمه طعم، وهي دي اللي هتسوي اللحمه. ايه الخضروات؟ عباره عن طماطمايه متقطعه، وعباره عن حبايتين فلفل رومي. الخضار دوت هنزل عليه بمعلقه من الفلفل الاسود. يبقى انا كده بعصج اللحمه، التوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود، وحطيت طماطمايه وفلفل رومي عشان ينزلوا العصاره بتاعتهم، فاللحمه تشربهم فتستوي. وارجع اشوح اللحمه تتعصج. شايفين العصاره نزلت من الخضار بتاعه اهو، اللحمه هتشربه ترجع تستوي. الطريقه المعكوسه ديت تخلي الطعم مختلف تماما للحمه، غير الطريقه العاديه خالص اللي هي ايه؟ لحمه وبصل وفلفل اسود وتسيبيها بقى مع نفسها، هي اللحمه تتشرب من البصل. لا، المره دي الموضوع اختلف تماما في الطعم. والمكرونه على يميننا استوت زي الفل. يلا بقى نعمل البشاميل بتاعنا. البشاميل بتاعنا عباره دي عن ده كيلو الا ربع لبن، وادي حله حطيت عليها معلقتين من السمنه كبار. السمنه ساحت، هنزل بست معالق من الدقيق. للامانه طريقه غير صحيه. البشاميل على البارد انا بصراحه بحبه، والطريقه اللي هي غير صحيه دي طعمها اخطر بكتير طبعا. حلو، هنقلي بقى الدقيق. الدقيق يتحمر معانا واحده واحده، عشان الدقيق ده لو نطر على ايدك يعني الله يحفظكم. دي يتحمر، هنزل باللبن. ده قد ايه لبن؟ ده حوالي يا جماعه نص كيلو من اللبن او كيلو الا ربع. للامانه ده ما كانش كيلو لبن كامل. قلبت باللبن الليكويد تقل او سائل تقل، قمت مكمل بشوربه. يعني انا هنا ما حطيتش لبن كامل، لا ده لبن وشوربه. خلي بالنا انا لا حطيت فلفل اسود ولا حطيت ملح. ليه؟ لان الشوربه بتاعتي متبله، فيها الملح بتاعها وفيها الفلفل الاسود بتاعها. البشاميل بتاعي تقل وبقى زي الفل، وهو دي المنسوب اللي انا عايزه. جبت الصينيه الجميله بتاعتي اللي مقاسها كام؟ 30 في 20. نزلت بشويه بشاميل في الارضيه. جميل جدا. وبعدين هاخد بقى المكرونه دي يا جماعه انا حاطط فيها بشاميل. يعني انا المكرونه وانتوا واخدين بالكم هي فيها اصلا بشاميل. ونزلت بيهم وحطيت اللحمه، رصيت الرص العادي بتاعنا خالص، وحطيت الطبقه التانيه من المكرونه اللي انا كنت مقلي فيها ايه؟ بشاميل من الاول. وبعدين بقيه البشاميل، انا من الناس بحب بشاميل كتير. قفلت الصينيه بتاعتي، بقت تمام زي الفل. احطها في الفرن. هتاخد قد ايه؟ تلت ساعه. ولا عليها الشوايه دقيقتين. لو عندك شويه جبن دلعتيها يبقى زي الفل. مفيش جبن اعملي زي اهو انا عملتها على وضعها وطلعتها قدامكم. طعمها اختلف. التعصيجه اللي انا عملتها بالطريقه المعكوسه دي ودت طعم المكرونه في حته تانية خالص. سهله. سهله. عارفه انا عايزك بس تشغلي دماغك ان ممكن تعملي اي اكل انت متعود عليه، بس طريقه التركيبه عكستيها تدي معاكي طعم تيست مختلف تماما. جربيها وقولي لي ايه رايك.